برحب بالاستاذ المحترم السيناريست الكبير ناصر عبد العظيم، الاستاذ ناصر عبد التواب المنسق العام لكل الجامعات. ملتقى حور السينمائي للافلام القصيره، كل المواهب. والان مع كلمه السيناريست ناصر عبد العظيم رئيس ملتقى. السلام عليكم ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاسراء والمعراج. اولا انا بشكر طبعا مؤسسه هايدي على اتاحه الفرصه الجميله ديت ان احنا نحتفل معاكم. بشكر الاستاذ محمد شلبي، بشكر الساده الضيوف، شكرا جدا على اتاحه الفرصه ان احنا نحتفل معاكم بالمهرجان والالتقاء بتاعنا، وان شاء الله مش هيبقى اول باذن الله، يعني النسخه الثانيه هتبقى احسن واحسن ان شاء الله. بشكر سياده المستشار الاعلامي مازن، شكرا على اتاحه الفرصه برضه. طبعا تعرفنا على ما شاء الله على القامه والقيمه اللي قدمنا دي ان شاء الله. ثانيا احنا في صدد اتفاق ان احنا يبقى في حفله ختام الملتقى. اسمحوا لي اتكلم عن الملتقى اللي بعد كده، انا اسف يعني لان انا جاي على اساس انا اشكر الناس اللي اشتغلت معايا في الملتقى. احنا شغالين في الملتقى ده بقالنا بتاع 6 شهور. الملتقى يعني دولي من معظم الدول العربيه، من العراق ومن سوريا ومن المغرب ومن تونس ومن ليبيا وطبعا مصر. بشكر كل اللي اشتغلوا معايا في الملتقى. الاستاذ حميد رماحي مدير الملتقى. بشكر الساده الاعلاميين والساده لجنه الاعلام على راسهم الاستاذه بسمه السميري من العراق، وطبعا بشكر لجنه التحكيم ولجنه المشاهده على راسهم الاستاذ ياسر السري ان شاء الله اللي هو مشرفنا النهارده وبيشتغل دلوقتي مدير تصوير ما شاء الله عليه. شكرا يا استاذ ياسر. بشكر الاستاذ محمد جندي المخرج اللي هو رئيس قسم المشاهده قاعد معانا ان شاء الله. بشكر الاستاذ محمد جندي المخرج، وبشكر الدكتور اشرف كمال شرفنا، والدكتوره حنان، والاستاذ ايمن بسيوني، الساده المخرجين اللي شرفونا. احنا اشتغلنا على نفسنا بصراحه في المهرجان، وجالنا 250 فيلم من انحاء الدول العربيه، وجالنا من افريقيا وهولندا وايطاليا، والحمد لله كان نتيجه المهرجان نجاح الفيلم المصري بطاطا باذن الله ما شاء الله. كان رقم 1 في الملتقى. الفيلم الثاني كان فيلم عراقي، الفيلم الثالث ان شاء الله هنعلن عنهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله على الصفحه بتاعتنا ان شاء الله. طبعا انا متشكر، بشكركم جدا جدا على اللقاء وتحت الفرصه ان انا اقف قدامكم هنا ان انا احتفل بختام الملتقى حور السينمائي. بس تسمحوا لي يعني اذا سمحتوا انا عندي في كلمه متوجهه من العراق للاستاذ حميد رماحي المخرج، عايز يقول لي كلمه، ممكن نسمعها بعد اذنكم؟ الاستاذ حميد رماحي مدير الملتقى. مساء الخير الساده المحتفلون، ارسل لكم تحياتي من بغداد العراق الى مصر العروبه، محتفلين اليوم جميعا في مهرجان حور السينمائي في دورته الاولى. اولا اقدم لكم اعتذاري عن التاخر في الاختتام وبسبب الظروف، والكل اعتقد من زملائي يعرفون بذلك. اود ان اشكر كل الذين عملوا معي من مخرجين وفنيين واعلاميين، وبالذات اقصد اللجان، لجنه الفرز، لجنه التحكيم، لجنه الاعلام، وايضا كل الجهود التي ساهمت. واشكر بالاول والاخير جميع المخرجين الذين ثقوا بنا وارسلوا افلامهم وشاركت. اليوم نختتم هذا الحفل ونختتم المهرجان بحفلكم الان، التي انتم اعتقد جالسين في الحفل تنتظرون فقرات الحفل. وشكرا لكل الجهات التي اتت اخيرا وساهمت في انجاز هذا الحفل، وشكرا. وان شاء الله الدورة الثانية ستكون افضل واحسن من الاولى. مع التحيات، حميد الرماحي المخرج السينمائي ومدير المهرجان. شكرا. المرة الثانية والثالثة والأخيرة بشكر يعني سعادتك يا أستاذ محمد شلبي، بشكر سعادتكم كلكم على إتاحة الفرصة. أستاذة طبعا هبة إن أنتم أتحتوا لنا الفرصة إن إحنا نحتفل معاكم بحفل ختام مهرجان حور السينمائي، وإن شاء الله الإصدار الجاي إن شاء الله هيكون تحت رعايتكم بإذن الله.
وبالتعاون طبعا مع الاستاذ مازن، المستشار مازن يسري طبعا رئيس مهرجان الدولي التميز ملك التميز. وان شاء الله احنا داعمين معاكم باذن الله في مواهبكم، واحنا عندنا فرق ذو همم ممتازه جدا. لو نعرف كده كنا جبنا لكم فعلا، عندنا ما شاء الله الله اكبر حاجات حلوه جدا جدا تحت قياده الاستاذ محمد جندي. ان شاء الله نكون سعداء جدا جدا ان احنا نتعاون معاكم ويكون في بروتوكول عمل معاكم ان شاء الله. انا اسف على الاطاله وشكرا جدا جدا استاذ ياسر سيدي. شكرا السلام عليكم. مخرج ياسر سيدي. المخرج محمد مختار الجندي. الصحفي الإعلامي محمد السيد. الإعلامي محمد السيد. السيناريست ناصر عبد العظيم. الفنان أحمد طارق الأسود. هنستلمها احنا بتاعت الزحمه هنستلمها. اطلع السلم بتاعت الزحمه. اطلع السلم بتاعت الزحمه.